تحدي اكتشاف أطول مغارة. وين تيمدوين أطول مغارة في إفريقيا؟ ملي درت شي رحلة حياتي بالموطور واللي دخلها عمرو ما غينساها. حنا دابا فوق جبل أطلس على ارتفاع 1250 متر. كونيكسيون نو تيليفون نو والو، أنا والغابة بوحدنا. أوبا العواد عندنا ويفي. تحت هاد الصخور اللي كتشوفهم كاين عالم موازي، أطول نهر أشوف فيه في إفريقيا. مبارك فرجي. السيد مبارك فرجي المكلف بحراسة المغارة 180 كان هاكل واحد الجروب جاو دي سبيليولوج من لا فرنسا. لهم لما دخلوها لإنشاء قناة توصل المياه نحو الخارج وجدوا أنها عميقة جدا. دخلتها 10 مرات مؤخرا. إلا تنتفك النفس ديال بلادك وبغيتي تعرفها راه تضحي بكلشي، تخدم فابور حيت عندك واحد الشغف. ما تنساوش لايك وسبسكرايب باش نديرو تحدي ديال اكتشاف منطقة جديدة في المغرب. شي العشرين هانية معكم مادلي الشير، وفي هذا الفيديو أول رحلة ليا هي هادي بالموطور وبوحدي. مولف كنمشي مع الدراري. الفكرة البارح مشيت وانا ندير ليسانس، شريت التقديه داكشي اللي غيخصني، جمعته في الصباح مع 7 الصباح ودرت ديبار مع 8:30. الطريق طويله، غنشوف دابا الماب. قالت لينا شحال؟ قالت لينا 42 كيلومتر. هاد غير نوصلوا، والله الا غير نوصلوا بالله. شوف كي داير الطريق، كتكون غادي ما بيك ما عليك. شوف طيح زلقتي مشيتي يا وليدي. خاص بنادم ما يشور، يمشي بشويه عليه، يتكايس على روحه. السلام عليكم، هاني كلشي بخير؟ واش هي المغاره هنا ان شاء الله؟ ها المغارة ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك. المغارة الفوق كيلومتر مازال. لا تجي البيس. Let that river set me free. ونص 10 ونص ساعتين تاع الماء كاينه. حنا غادي نمشيو لأعماق المغرب واجدين. هاد المغارة ماشي غير حفرة في جبال، هادي خزان مائي عملاق تكون هادي 160 مليون سنة. فاش كان هاد الجبل كامل عبارة عن بحر. تخيل معايا الماء اللي كيشربوه هاد الناس جاي من النار كيجري تحت الأرض لمسافة أكثر من 19 كيلومتر. باش خص الناس يحافظوا عليهم ما يهبسوهمش. هاد المغارة هادي كتمتاز بهاد هي كلها ديلاك. باش توصل للمدخل خاصك تدوز على الطريق الصعيبة من حضارات وبحار في وسط من هاد المغارة، والجو يقدر يتبدل عليك في أي لحظة. 1988 واحد الفريق ديال مستغورين فرنسيين تحبسوا لمدة 3 أيام لداخل. نخلي السي مبارك يشرح لكم أكثر. مبارك فرجي المكلف بحراسة المغارة سخر بيته أيضا لاستقبال الزوار. دخلتها 10 مرات مؤخرا. تلاقينا مع واحد الراجل الله يعمر هذا تزوين الشرفة تفوتو مسكرود بواحد 27 كيلومتر. 27 كيلومتر. وغيورينا دابا هنا فين تنعسو. شحال دوزتو تما باش نوصلوا لهاد البلاصة؟ ايه راه 3 أيام. علي وروتور السنزاري. دابا هذا واحد 96 متر باش يعرف هاد لا ماشين هادي. جروب اخر غيطلع فوق الجبل هاكا غيوصلوا في الفاس ديالنا. عاد باش تقدم اختها ملي تقدات تلقاوها واحد 96 متر غادي تحفر، غادي توصل لهاد البلاصه الزوينه باش دربنا حنا 3 ايام الي وروتور. تما في شي ثواني غتحط فيها كاين مستقبلا. وبنادم تخليها لداخل كاع الاخر ديالها. مازال حيت هادو غير جمعيات تيجمعوا واحد شويه تيخدموا. حتى انا هادي دابا اللي سبات باش يكونوا عندنا مستغورين مغربيين. 180 كان هاكل واحد الجروب جاو دي سبيليولوج من لا فرنسا. عاد على 3 ايام 4 ايام تتنقص الواد عاد لقاو فين غيدخلوا يخرجوهم. كونوا عندنا حنا لا مستغورين. شوفوا هاد المنظر، هادو هما السكان الأصليون ديال هاد المغارة. هنا كيعيش نوع نادر ديال الخفافيش والاسم ديالهم مونتيس. هما الوحيدين اللي كيقدروا يدخلوا الأعماق ديال النفق حيت كيعتمدوا على السم ماشي الشوف. ولكن كاين ما هو أغرب، كائنات تروبليكيتيك
حشرات وعناكب ما عندهاش العيون، ما عندهاش اللون، شفافة، أقلمات مع الحياة ظلام لملايين السنين. لو بيسين هيا اللي لقطهم دانو بخار اللي كان دانو بودرار ما باقي سميات صبليونيات فرنسية. مثلا هنا استوديو. واو، حنا دابا في منطقة سميتها ستوديو على بعد 2000 متر من المدخل. شوفوا هذا الجمال الطبيعي، هاد التكونات الكلسية كتاخد آلاف السنين باش يتبت سنتيمتر واحد. انا لاكروند صار هنا فين خدمنا دابا. ايوا راه على هاد لي فوتو دابا اللي شفتي وهادشي اللي تنوريك وريتك غير واحد شويه من الدار. انا عندي الحصيصه ديال التاريخ ديالنا، ولكن باش نجمع داكشي راه 32 عام هكا مشات هنا. كنت تقلب على الفلوس ما غاديش تعرف هاد البلايص هادو، ولكن الا كانت فك النفس ديال بلادك وبغيتي تعرفها راه تضحي بكلشي، تخدم فابور غادي حيت عندك واحد الشغف. Fortune lady told my mama before I saw the sun, said your boy's gonna love too hard and break more than one. اول حاجه غنديرها هي غنشعل الفاخر، واخا ما كنعرفش نشعلو. الا نوريكم فيديوهات انا والوالده خرجنا واحد الخرجه حتى راه صاحبي التسطيه بحروب شعلنا ليه العافيه. المهم ها هو حيد لي نشعلو انايا حيد ها كيشعل ياك وقاد كلشي. خاصني نشعل الفاخر، الخدمه ديال من اجل البقاء. وترى ما عرفتش نشعل العافيه اول مشكله ديالي هي العافيه، ما عرفتش نشعلها. I got a black cat charm in a heart. اول ميسيون سالات هي انني نشعل العافيه. هي واخا ماشي شي عافيه، المهم ها الفخر شويه يشد فيه العافيه ودي ساعه غتشعل على البطاطا وندوي معاكم. عرفتي شحال هادي عديني بهاد الرحلات بحال هكا والله الا من الصغر، حيت كنت باقي صغير كان كيعجبني نسافر. الحلم ديالي هو نبقى نسافر العالم كامل. عرفتي في الصغر كنا كنخرجوا انا واحد عشيري حاتم، والله الا كنتفكر دوك الايام العالم. البارح نيت مشيت دخلت الفيسبوك وندخل دوك التصاور القدام بحال والو، نقول ليه غيلوح ليا التصاور ديالي انا وياه القدام. كنا صغار ديك الساعات من تاكا واش زرناهم نهار الحد. بعض المرات كان اش يطرى لينا، بعض المرات نهار كنخرجوا كنقراو في الصباح، في العشيه كنمشيو كنشدو بيكالات وكنمشيو للغابه، كنديو معنا اللي دينا معنا وكنمشيو كنصايبوا كاميله ولا. المهم بنادم كيمشي كيتوجج مع راسو من حيت كان صغير. بيت خوالي انا ما هو هذا الماء اللي كان عندي اللي بقى عندي. تعيني يا صاحبي، درت لي الليمون ماشي الحامض. ها هو من اجل البقاء. شلبانه وفوق من الجلبانه يد مليحه باش ما تجيش مالحه بزاف. راه كنعرفو نطيبو كيف العافيه اللي ما شعلتهاش غير من الطياب. دوزنا تا زفريت ما خلينا قنت. بارك الله من اجل البقاء. صافي الجميله ديالنا الطيب، وغنمشيو نكتشفوا هاد المغاره هادي ونكتشفوا البلاصه كيفاش داير هنايا. في واحد القمة من جبل إيدوتانان فين السما كتشد في الأرض والضبابة كتسارى بين شجر الأركان بحال شي حلم قديم. من هاد القمة كينفجر الماء اللي كيسقي منطقة إيدوتانان. الماء كيجري من تحت الأرض، المغارة مخبي أسرار ملايين السنين.
طلعي والله السلام. عرفتي جديت البلاصه فين كنت ما عرفتش كيفاش نرجع ليها، القميله خليتها والحوايج خليتهم بوحدهم، والله ما عرفت الطريق باقي. والله غادي طالع مع هاد الجبال هادو تتلفت الطريق. مرحبا بكم في وين مدوين، فين الطبيعه كتحكي القصه ديالها والغموض هو سيد المكان. هو انا بيسين، كنصحكم انكم تجيو لهنايا، والله الا يا سلام جو واه دايرين فيها ممنوع السباحه. انا دابا فوق من اكبر نهر في وسط من افريقيا، تحت مني امتار وكيلومترات ديال الغموض. فهاد اللحظه ما بقيتش غير كنعوم في وسط من الماء، كتحس براسك غارق في وسط من التاريخ. هنا غيسالي الفيديو ديالنا، ونتمنىكم انكم استفدتوا من هذا الفيديو واستمتعتوا. انا هذا الفيديو هذا اول رحله ليا وعشت تجربه اللي زوينه، الطريق كانت زوينه حتى هي، حيت كنت في الجي تلاقيت مع ناس زوينين، والله الا حياه لي واعره. كنصحكم انكم تبقاو تخرجوا، بنادم يخرج يتفجج مع راسو ويدور ويكتشف المغرب. راه المغرب راه زوين ديال بصح. وما تنساوش ديروا سبسكرايب وديروا واحد لايك، كومونتيري الى عجبكم الفيديو، واش بغيتوني اشنو هو الفيديو الجاي اللي باغيين نهضر عليه، واشنو هي الاكسبيريونس الجديده اللي باغي نمشي ليها. الله يفيزكم. Take this pain from me. Yeah, Lord, have mercy. Take this pain from me. If I can't find peace in living, let that river set me free.